ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. عارفه ان اكله بسيطه جدا ممكن تسبب تسمم خطير. السبب ممكن يكون ايه؟ ممكن تحسي بمغص، يجي اسهال، تستغربي ده من ايه وانا غاسله الاكل والاكل كويس. لا، ده بيجي من بكتيريا اسمها السالمونيلا. السالمونيلا دي بتكون موجوده فين؟ بتكون موجوده في البيض الني، وفي الفراخ، وفي الادوات المستعمله في تقطيع الفراخ النيه. عشان كده انا هقولك النهارده في الفيديو ازاي نحمي نفسنا منها ومن ايه، من خطر بتاعها. اول حاجه بالنسبه للفراخ، احنا بنسوي الفراخ كويس جدا، وقبل التسويه بنعمل لها محلول نقع. انا اخر الفيديو هقول لك محلول النقع ده ايه الاساس بتاعه وتعمليه ازاي. دي اول حاجه. بالنسبه للادوات اللي بنستخدمها، بنفصل ادوات المستوي عن الني. يعني مثلا لو انت استخدمتي سكينه وما غسلتيهاش كويس ما تستخدميهاش. لو استخدمتيها ايه في الفراخ النيه ما تستخدميهاش في الفراخ المستوي بعد ما تستوي. تمام كده. بالنسبه للبيض لازم نسويه كويس جدا، ما يبقاش لا ني ولا نص سوا. اللي هو الاصفر بتاعه بيبقى سايل كده شويه، لا انت تسويه كويس جدا. بالنسبه للايدين بنغسلها قبل الاكل وبعد الاكل. يعني قبل ما بنمسك الفراخ بنغسلها كويس، وبعد ما بنخلص الفراخ ونقطعها ونخلصها بنغسل ايدينا كويس جدا. دي تعتبر اهم حاجات تخلينا نتخلص من البكتيريا دي. هنعمل بقى محلول النقع. ايه هو محلول النقع اللي المفروض نعمله للفراخ قبل ما نستخدمها؟ المحلول النقع دوت او البراين دوت بيبقى عباره عن 3 حاجات دي اساسيه: الميه والملح والسكر. دول 3 حاجات اساسيين في محلول النقع، لكن انا بزود عليه الليمون. بتجيبي الميه، بتجيبي كميه الميه وتحطي مثلا لو 2 لتر ميه بتحط لهم نص كوبايه ملح وربع كوبايه سكر، وبتقلبيهم كويس جدا. وتجيبي الليمون وتقطعيه سلايس وتحطيه عليهم. اول ما الملح والسكر بيدوب كويس جدا في الميه، بتبداي بقى بتجيبي الفراخ وتحطيها فيها. المحلول دوت اساسا بيخلصنا من بكتيريا السالمونيلا، وكمان لو في اي زفاره بتروح في. لو بالنسبه للناس اللي بتعمل فرايد تشيكن بيبقى فيه لون احمر كده جنب العظم، ده بيروح نهائي من المحلول دوت. المحلول ده يا جماعه مش تتبيل، ده للتخلص من البكتيريا والتخلص من الزفاره. اي حاجه مش كويسه في الفراخ، حتى لو في الفراخ بواقي ريش الكلام ده، هتلاقي الفراخ نطفت جدا جدا. تمام. بعد ما بندوب بنحط الفراخ في المحلول، بنغطيها ونحطها في التلاجة مده معينه. بنحطها في التلاجة، لازم في التلاجة يا جماعه مش بره التلاجة. تمام. بعد النقع، بعد المده ما بتخلص بتاعه النقع، بنحط الفراخ، بنطلعها، بنشطفها شطفه سريعه وننشفها، ونبدا بقى نعمل لها ايه، التتبيله اللي احنا عايزينها. ايه بقى المده اللي بتقعد فيها الفراخ في المحلول دوت؟ لو الفرخه كامله من 4 ل 6 ساعات. بالنسبه للوراك والدبابيس بنحطها من نص ساعه لساعه. بالنسبه للصدور